بعض الشخصيات المؤذية اللي بتبقى عندها قدرات خارقة على إيذاء الناس اللي محاطين بيها، سواء تقدر تأذيهم نفسيا أو ماديا أو حتى بدنيا. وتبقى شايفة إن هي مع كم التخطيط الخطير اللي هي بتقدر تعمله والتفنين اللي هي بتبقى فاكرة إنها يا سلام، يعني ما حدش زيها، جابت الديب من ديله زي ما بيقولوا. وبيبقوا من جوه كده مبسوطين بنفسهم قوي إن هم قد إيه ناس شاطرة وناس ذكية، وعرفت توقع ده في ده، وعرفت تأذي ده، وعرفت تضايق ده وتحرق دم ده. أنا عايزة أقول لهم طول ما انتوا كده وطول ما انتوا مستمرين على ده، محدش بيتعب. يعني طبعا اللي انتوا بتأذوهم اكيد بيتعبوا، ولكن دول ليهم الاجر عند الله سبحانه وتعالى، وليهم العوض عند الله سبحانه وتعالى. ولكن انتم ليكوا العاقبة، والعاقبة دي هتكون في الدنيا قبل ما هتكون في الآخرة. افعل يا ابن آدم كما شئت فكما تدين تدان. اوعي تكوني فاكرة ان انتي لما بتضايقي سلفتك وبتحرقي دمها وبتنرفزيها او تظهري ليها حاجات عندك مش عندها وانتي عارفة انها بتتضايق او ممكن يعز عليها نفسها في حاجة، او تظهري ان زوجك بيعمل لك حاجة واخوه ما بيعمل لهاش، والكلام اللي انتوا عارفينه ده، ان دي حاجة بسيطة يعني عند ربنا. لا بالعكس، في كل مرة انتي بتضايقيها وبتكسري بخاطرها او بتبقي متعمدة تعملي ده، ما هواش مثلا ان انتي بتتكلمي بحسن نية وتعالى حبيبتي افرجك وبتاع الكلام اللي هو بيبقى طبيعي، ولو انه مش مستحب اصلا انك تعملي كده، فيلي على نفسك. يعني ما تعرفيش حد خصوصياتك. لكن لو انتي متعمدة تعملي معاها ده، انتي هتحاسبي امام الله، وهتلف الايام وهيجي حد يتعمد انه يضايقك ولو حاجه بسيطه وتحرق دمك وتنيمك طول الليل متضايقه. الناس اللي عندها قدره انها بتقول ده انا فلان ده نططته، انا خليته من كتر الغيظ يتنطط كده. انا عايزه اقول لحضرتك برافو، انت شايف نفسك كده شطور، برافو برافو، انت كده نططته. هتلف الايام وهيجي اللي هينططك ويمرجحك ويوقعك ويزحلقك ويعمل فيك كل حاجه. يا جماعه بلاش تبصوا تحت رجليكوا دلوقتي وتبقوا شايفينها شطاره منكوا انكوا قدرتوا تعملوا حاجه زي كده. لكن هتلف الايام واللي عملتوه النهارده في غيركوا هيتعمل فيكوا. المشاعر حتى اللي خليتوا غيركوا يحسها هتلف الايام وهتحسوها، بل وممكن اضعاف كمان من رب العالمين. فقبل ما تفكر تأذي حد أو تتعمد تجرح حد وتتعمد تحرق دمه وتضايقه، فكر كده إن ده مش هيعدي بالساهل أبدا عند رب العالمين. اللي انت عملت فيه كده ممكن يكون قليل الحيلة، مش هيعرف يعمل حاجة أبدا، ومش هيقدر يعمل غير إن هو يدعي. ودعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب. وكل ما يقول حسبنا الله ونعم الوكيل، اعرف إن انت عاقبتك جاية. فلو بتعملوا كده وقفوا، استغفروا، واندموا على اللي انتوا بتعملوه ده، لان هتلف الايام وهيتعمل فيكوا زي ما عملتوا في غيركوا، عدلا من الله وليس انتقاما، لان ربنا عدل ورحمن رحيم.